رغم مرور آلاف الأعوام على اندثار الحضارة المصرية القديمة، إلا أنها لا تزال متواجدة وبقوة في سجلات التميز في العصر الحديث، إذ كسرت الحضارة المصرية القديمة العديد من الأرقام القياسية في موسوعة جينيس. منها أن لدى مصر أطول هرم في العالم، هو هرم الملك خوفو، بارتفاع أصلي 146.7 متر، وارتفاعه الحالي بسبب عوامل التعرية 137.8 متر، وهو بمثابة ناطحة سحاب من 50 طابق. يعود بناء الهرم الأكبر إلى نحو عام 2560 قبل الميلاد، أي من حوالي أكثر من 4500 سنة. شيد كمقبرة للملك خوفو، واستمر بناؤه حوالي 20 عاما. والهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، وهذا لسبب ارتفاعه الشاهق وتشييده العظيم، حيث يبلغ ارتفاع كل جانب من الهرم 231 متر، ويبلغ وزن كل طوبة في الهرم 2.5 طن، بينما يبلغ وزن الهرم كاملا حوالي 6 ملايين طن. واحد من أكبر الألغاز حول بناء الأهرامات هو كيفية نقل الحجارة الثقيلة التي تزن عدة أطنان ورفعها إلى الأعلى. ويرى العديد من الخبراء أن الفراعنة استخدموا أساليب مختلفة، ليس فقط المياه لتحريك الحجارة والحبال والكتل الخشبية لرفعها، بل أيضا ربما تمكنوا من إلغاء الجاذبية الأرضية عند رفع الأحجار. ويمثل هرم خوفو ذروة التقدم في عمارة بناء الأهرامات في مصر القديمة، فقد شرف على بنائه المهندس المصري الشهير حمؤون ابن أخو الملك خوفو، وكذلك أخو الملك خوفو غير الشقيق المدعو عنخاف.